الراجل بيعمل عربيات كهرباء وعنده صواريخ بتطلع الفضاء ونفسه يعيش على المريخ وعنده منصة سوشيال ميديا وكمان عايز يزرع في دماغنا شرايح. قال ايه؟ عشان تحل مشكلاتنا الصحية او يتحكم فينا يعني. جماعة ايلون ماسك اتجنن، في يوم واحد بس ثروته زادت حوالي 65 مليار دولار علشان توصل ل 447 مليار دولار، يعني فاضل له حاجة بسيطة ويبقى نص تريليونير. وده بعد اسهم شركاته سبيس اكس وتسلا ما زادت بشكل كبير بسبب نجاحاتهم في الفترة اللي فاتت وبسبب فوز ترامب في الانتخابات وقراره بتعيين ايلون ماسك وزير في حكومته. تخيل ان شخص واحد ثروته بقت اكبر من اقتصادات دول بحجم الامارات او مصر، والمؤشرات بتقول ان ثروته مستمرة في الصعود، ولو مشت بنفس الوتيرة بحلول عام 2027 ايلون ماسك هيبقى اول تريليونير في التاريخ. جماعة في ناس مؤمنة ان ايلون ماسك هو المسيح الدجال بسبب الحاجات المجنونة اللي بقى قادر يعملها. الراجل بيعمل عربيات كهرباء وعنده صواريخ بتطلع الفضاء ونفسه يعيش على المريخ وعنده منصة سوشيال ميديا وكمان عايز يزرع في دماغنا شرايح. قال ايه؟ عشان تحل مشكلاتنا الصحية او يتحكم فينا يعني. بس يا ترى اللي بيعمله ايلون ماسك ده تطور ونجاح للبشرية كلها ولا خطر علينا؟ قول لي رأيك في الكومنتات ولايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.